ازاي العب رياضه من غير ما تاثر عليا بالسلب ولا سلب، وخصوصا الناس اللي بتروح الجيم؟ نروح امتى؟ معاكم ايمان الجندي، استشاري تغذيه علاجيه سمنه ونحافه ورياضيين، حوامل ومرضعات، اطفال وبالغين وذوي امراض مزمنه. ايه انسب وقت ممكن اروح فيه الجيم في رمضان؟ ممكن اروح قبل الفطار بساعه، ساعه ونص، وده بيناسبه تمارين كارديو خفيف وتمارين مقاومه متوسطه الشده. ده بيساعد الجسم على حرق الدهون، جميل قوي، وخصوصا ان مستويات الجلايكوجين بتبقى منخفضه. طب امتى تاني؟ ممكن بعد الفطار بساعتين 3. في الوقت ده بيناسبه تمارين رفع اثقال، تمارين مقاومه قويه، وتمارين شده عاليه، جميل قوي. ده بيساعد على هضم الطعام واعاده الترطيب، وده طبعا بيحسن الاداء الرياضي. في وقت كمان بس للاسف الوقت التالت ده مش بيناسب كل الناس، ده بيكون قبل السحور بساعة. هقول لكم ليه مش بيناسب كل الناس. في ناس بيأثر على جودة النوم عندهم، فبالتالي ده مش كل الناس هتتعامل فيه. جميل قوي. الخلاصة في كل الكلام ده ان انا ممكن اقدر العب رياضة في رمضان عادي جدا، واروح الجيم عادي جدا، بس بشرط اختار الوقت واختار التمارين المناسبة لي. دايما بنقول ان الرياضة مهمة وانها بتساوي صحة، حتى لو نص ساعة في اليوم. التوازن هو السر لكل حاجة. الاعتدال هو المفتاح اني اقدر استفيد من رمضان. كل سنة وانتم طيب.